حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل الفطير الشرقي بطريقة سهلة وبسيطة، مش هياخد مني ولا وقت ولا مجهود. وتعالي بقى لما اقولك ازاي يطلع معاكي مورق والطعم في غاية الروعة. هنجيب عجان وننزل بنص كيلو من الدقيق. بعد كده هننزل عليهم بربع معلقة صغيرة من الملح ونقلبهم مع بعض. بعد كده هيكون معايا كوبايتين مية فترة مية فترة من الحنفية. الأول بننزل بأول كوباية ونبدأ نعجن. بعد كده هننزل بالكوباية التانية، بس مش هنزل بالكوباية كلها، هنزل بنصها الأول. وبعد كده أبدأ أعجن تاني يعني فيها، وأشوف لو كانت هتبقى محتاجة مية كمان ولا لأ. فطبعا بعد ما عجنت لأ، لقيتها لسه محتاجة مية، فهننزل بالنص التاني أو بباقي الكوباية. وبعد كده هرجع أعجن تاني وأشوفها لو كانت محتاجة مية كمان ولا لأ. فبرضو حسيتها لسه محتاجة مية كمان، فهننزل بربع كوباية مية. يعني كده نص كيلو دقيق بالظبط اخد معايا كوبايتين وربع من المية. علشان كده لازم ننزل بالمية واحدة بواحدة لغاية ما نوصل للقوام المظبوط للعجينة. فبعد ما لميت العجينة كده بالمعلقة وعجنتها بالمعلقة كده، يلا بقى ننزل بيها على الرخامة علشان نعجنها كويس. وبصوا بقى، علشان خاطر تاخدوا نتيجة تكونوا راضيين عنها، لازم العجينة بتاعة الفطير، بصوا لازم تعجنوا فيها مدة لا تقل عن 10 دقايق. يعني انا هفضل اعجن في العجينة كده مدة لا تقل عن 10 دقايق، لمدة 10 دقايق كده بفضل اعجن فيها. طبعا لو عندك عجان الموضوع بيبقى اسهل من كده بكتير، لكن طبعا عشان احنا شغالين من غير عجان فلازم اعجنها كويس. وبصوا بقى، علشان خاطر تعرفي ازاي ان العجينة اللي في ايديكي دي بقت ناجحة او كده مظبوطة يعني. بصي، لازم تبقى ملمسها ناعم جدا، وفي نفس الوقت تبقى يعني طرية بتلزق بس ايدينا بتطلع منها بسهولة، ولما نشدها ما تتقطعش من في ايدينا يعني. بصي التلات عوامل دول لو لقيتيهم في العجينة اللي في ايديكي، يبقى كده العجينة دي ناجحة جدا. بس المهم بعد ما عجناها كويس نفردها رول بالشكل ده. ويلا بقى نبدأ نقسم العجينة قطع متساوية. انا هقسم العجينة كده اللي معايا ل6 قطع، علشان انا عايزة كل قطعتين هيطلعوا لي فطيرة. يعني ال6 قطع دول هيطلعوا لي 6 فطير 3 فطيرات. انا مش عارفة ليه بغلط كتير، معلش استحملوني. فال6 قطع هيطلعوا لي 3 فطيرات. بعد كده باخد كل قطعة من العجينة وابدأ اكورها كورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما نكور كل العجينة هنجيب طبق او صينية ننزل فيها بشوية زيت حلوين كده، وامسك كل كورة واغلفها كويس بالزيت. بعد ما نغلف كل العجين اللي معانا بالزيت، يلا بقى نغطيه بكيس تلاجة ونحط عليه كمان فوطة ونسيبه لمدة نص ساعة ترتاح. ولغاية ما ترتاح العجينة يلا بقى نحضر الحشوة اللي هنحشي بيها الفطير. الفطير انا بقى هحشي لحمة مفرومة. فعندي بقى هعصج اللحمة المفرومة الاول. طاسة سخنة وهننزل بيها او هننزل عليها باللحمة المفرومة. انا معايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا انا مش هستخدم كل الكمية دي، بس انا بحب يكون عندي في الفريزر لحمة متعصجة، علشان كده انا بعمل بزيادة. في طاسة سخنة جدا من غير اي مادة دهنية بنزل باللحمة، وبعد كده بنزل عليها برشة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من السكر. وبعد كده بننزل عليهم بورقتين لورا. طبعا زي ما قلت لكم انا مش حاطه خالص اي ماده دهنيه خالص. طبعا هي اساسا اللحمه فيها دهون، فهي هتنزل الدهون اللي فيها، وطبعا هتستوي بالدهون اللي فيها يعني. شايفين حتى هي ما لزقتش في الطاسه ولا اي حاجه. المهم بعد كده ببدا اشوح اللحمه لغايه ما تغير اللون، او اول ما يبدا لونها يتغير كده وتاخد اللون بتاع السوا ده، بيكون معايا او بكون محضره بصلتين كبار فرماهم فرم خشن، هنزل بيهم على طول على اللحمه. وبعد كده ابدا اقلب البصل مع اللحمه علشان خاطر اللحمه تاخد من ريحه البصل يعني. وبعد ما نشوح البصل واللحمه مع بعض كده، يلا بقى نشوف البهارات اللي هننزل بيها دلوقتي عباره عن ايه. هننزل بربع معلقه صغيره من القرفه،
وربع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة خالص من السبع بهارات. طبعا المعلقة اللي بستخدمها اصغر من معلقة الشاي، يعني بتبقى معلقة صغيرة مخصصة للبهارات، فانا بستخدم ربعها. وبعد كده ابدأ اقلب الكلام ده كله مع بعض. وبعد ما تكون خلاص اللحمة داخلة في السوا، بكون محضرة بقى فلفل الوان هنزل بيهم على اللحمة. بصوا، عايزة اقول لكم ان الفلفل الالوان ده بجد بيدي طعم حكاية للحمة المتعصجة، وكمان لو عندكم جزر برضو بيخلي طعم اللحمة تحفة. وبعد ما شوحنا الكلام ده كله خالص وتأكدنا ان اللحمة استوت، في الاخر خالص بننزل بالملح. طبعا انا الملح لازم احطه في الاخر خالص بعد ما اللحمة تستوي يعني. وبكده تكون اللحمة معانا جاهزة. هسيبها خالص، طبعا هسيبها يعني تبرد خالص، يعني علشان ما ينفعش احشيها او احشي الفطير باللحمة وهي سخنة، فنسيبها لازم تبرد خالص. وهنا بعد ما عدت نص ساعة على العجينة وكانت ارتاحت معانا، يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب كل قطعة من العجينة بالشكل ده، او كل كورة، يعني هاخدها كده وابدأ افردها على الرخامة بايديا كده، ابدأ اضغط عليها. وبعد كده هيكون معايا ربع كوباية زبدة طرية عليها معلقة سمنة، وابدأ افرد بيها العجينة اللي معانا. بصوا، الخليط ده هو اللي هيورق معايا الفطير اللي معانا. ممكن لو ما عندكيش زبدة ممكن سمنة، ممكن سمنة وزيت، زبدة وزيت، بس لا يفضل ان هو زيت بس، يعني ما يبقاش زيت لوحده، لانه بجد مش هيخلي الفطيرة تبقى طرية معانا. او انا عن نفسي بحس ان الزيت بينشف الفطيرة، فلازم يبقى زبدة او سمنة علشان يخلي الفطيرة من جوه طرية. وبصوا، بعد ما فردنا الفطيرة بالشكل ده، بصوا مش هنورقها خالص او مش هنفردها لدرجة انها تبقى مالية الرخامة كلها، لا، بس يدوب كده ما فردتها بايديا وخليتها رهيفة كده او رقيقة خالص. ابدأ اطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وكل طرف باخده واطبقه بنزل عليه بشوية من الزبدة، وابدأ اطبق عليه الناحية التانية زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد ما طبقت الفطيرة كلها بالشكل ده هسيبها ترتاح، ويلا بقى نعمل واحدة كمان. بصوا، انا ما حبيتش ان انا اسرع المقطع ده علشان عايزاكم تشوفوا يعني تشوفوا براحتكم كده انا بعمل ايه. الاول باخد الكورة بالشكل ده وابدأ اضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة لما تفردوا العجينة، بصوا بتبدأوا من نص العجينة وتبدأوا تطلعوا بيها لبره كده زي ما انتوا شايفين كده. وشايفين العجينة علشان مرتاحة، ولا بتتقطع معايا ولا اي حاجة، وبتتفرد معانا بسهولة. بعد ما ضغطنا العجينة بالشكل ده او فردناها بالطريقة دي، ابدأ انزل عليها بشوية من الزبدة وابدأ بقى افردها كمان. شايفين، بنبدأ من نص العجينة ونطلع بيها لبره، واشدها كده وابدأ افردها كمان يعني. بس زي ما قلت لكم احنا مش هنحتاج ان احنا نفردها خالص او نفضل ندخل فيها هوا والكلام ده كله، لا، هي بس هنعملها كده ونبدأ بعد كده نبدأ نطبقها. بس اهم حاجة تكون ان سمك العجينة يكون يعني خفيف او رفيع او رهيف زي ما انتوا تسموه يعني. بعد كده هنبدأ نطبق العجينة اللي فردناها دي. اول جزء طبقته بالشكل ده، بعد كده بنزل عليه بمعلقة صغيرة من السمنة والزبدة، وابدأ افردها بالشكل ده وابدأ اطبق عليها الجزء التاني، وهكذا لغاية ما نطبق العجينة كلها. وبرضو هنسيبها ترتاح. وبعد ما خلصنا العجين اللي معانا كله وطبقنا كل العجين وجهزنا كل العجين اللي معانا، يلا بقى نبدأ نفرد اول قطعة طبقناها في الاول خالص علشان طبعا هتكون ارتاحت. هاخدها بالشكل ده وابدأ افردها بالطريقة دي، دايرة او مربعة على حسب الصينية اللي هنعمل فيها الفطيرة يعني. انا هنا معايا صينية مدورة، ففردت العجين على قد ما قدرت كده على شكل مدور. وطبعا الصينية دي طبعا دهنينها زيت. وبعد ما فردنا العجينة في الصينية بالشكل ده،
نبدأ نضغط على الأطراف. أنا مش عايزة أي حتة في الفطيرة أو في العجينة تبقى سميكة، أنا عايزة كل العجينة تبقى خفيفة خالص، ونضغط عليها بإيدينا كده. بعد كده بننزل بالحشو بالطريقة دي أو بالشكل ده. وبعد كده هيكون معايا جبنة موتزاريلا. طبعا الحشو ده على حسب ما انتوا بتحبوا، ممكن تحشوه سجق، ممكن تحشو جبن بس، ممكن تحشو سلامي. يعني الحشو ده على حسب ما انتوا بتحبوا. بعد كده هنزل بفلفل حامي. وبعد كده نركن الصينية دي على جنب. وبعد كده هناخد القطعة التانية وبرضو هنبدأ نفردها زي ما فردنا الأولى، علشان هي دي اللي هنقفل بيها الصينية أو الفطيرة اللي معانا. برضو افضل اضغط عليها على شكل دايرة بالطريقة دي. وبعد كده نجيب الصينية ونروح نحط عليها الفطيرة دي من فوق علشان نقفل الفطيرة اللي معنا. وبعد كده نبدأ نضغط على الأطراف عشان الأطراف تمسك على بعضها يعني. وفي نفس الوقت نتأكد ان مفيش اي جزء في العجينة اللي معانا تكون سميكة، لازم كلها تبقى رهيفة. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة عالية. بعد كده بنحط الفطيرة في النص طبعا، وبنسيبها لغاية ما تاخد لون من تحت. واول ما تبدأ تاخد لون من تحت، لو كان وشها لسه ما تلونش معانا بنفتح عليها الشواية. لو خلاص اخدت لون يبقى هي كده تمام. شايفين المنظر وشايفين اللون الفطيرة وشايفين التوريقة، بجد كان تحفة وطعمها حكاية وريحتها بجد في غاية الروعة. ونسيت اقول لكم ان لازم اول ما تطلع من الفرن لازم نغطوها او تغطوها لمدة 10 دقايق كده علشان وشها بس يطرى. وده كان فيديو النهاردة، لو كان عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو لصفحة الفيسبوك. باي باي.